وأخ يقول رجل وضع شبكة إنترنت في بعض القرى ويبيع الكروت لقصد المتاجرة، فهل إذا استخدم أحد الناس هذه الشبكة في معصية الله يأثم صاحب الشبكة؟ أغلب الناس إلا القليل يستخدم هذه الشبكات في أمور مخالفة. أقل واحد من الناس الذين يخالفون فيها من أقلهم صنيعا الذي يشاهد الصور المحرمة، يسمع الموسيقى، هذا من أقلهم مخالفة، ناهيك عمن يستعمل هذه الشبكات في زيارة مواقع خطيرة كمواقع كفرية إلحادية تدعو إلى الإلحاد والكفر وتشويه الإسلام، كمواقع رافضية تدعو إلى الرفض والزندقة، كمواقع صوفية قبورية، وهكذا كمواقع الأشاعرة والجهمية، وهم كثير ينشرون عقائدهم الباطلة. وهكذا منهم من يدخل في مواقع فيها أشياء محرمة، يشاهد أفلاما محرمة، يشاهد صورا خليعة، يشاهد أشياء ماجنة. فالغالب في من يستعمل هذه الشبكات يستعملها في أمر محرم، والذي جهز لهم هذه الشبكة أو هيئها لهم ونصبها في قرية من القرى معين لهم على هذا المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا يعين على الإثم والعدوان. هذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا. فليتق الله امرؤ في نفسه وليخف من الله أن تصل الذنوب إلى صحيفته وهو لم يعمل. غيره يرتكب الذنوب وهي تتراكم عليه لأنه دعا إلى الباطل، سهله للناس، قربه إليهم، ليخف مسلم على نفسه من هذا الإثم. كم ستجني له أموالا، والله لو جمعت منها الملايين أنك خاسر. قد حصلت لك من الآثام والذنوب والسيئات وأنت نائم، أنت نائم والذنوب تتراكم في صحيفتك بسبب إضلالك للناس وإغوائك لهم وتيسيرك للشر لهم. كم يفسد بذلك من شباب، كم تفسد نساء. يشكو إخوة كثير في القرى هذه الأيام، وآخرهم أخ أتى قبل يومين قال يجب على الدعاء أن ينبهوا على هذا، فإن إقبال الناس عليها كثير. بعض القرى ولله الحمد وقفوا مع صاحب الشبكة موقف الحزم، قالوا له: هذه تفسد علينا نساءنا وبناتنا وأولادنا فلا نريدها، أخرجها، وأخرجوها من قراهم. وبعض القرى يسكتون عن ذلك. فنحن ننصح هؤلاء أصحاب الشبكات، ننصحهم أن يتقوا الله، أن يخافوا الله. ما تخاف الله أنك تيسر الشر للناس، أن الذنوب تصل إلى صحيفة سيئاتك وأنت نائم في بيتك. كثير من الناس يستعملوها في غير طاعة الله وأنت السبب في ذلك. فإن لم ينزجر أصحاب الشبكات هؤلاء ولم يرتدعوا ولم يتقوا الله تعالى في الناس، فإن هذا سيفسد نساءهم وأولادهم. فننصح إخواننا في القرى من المشايخ والعقال
والوجهاء أن يقفوا منها موقف الحزم، وأنهم يخرجونها من قراهم، لأنها ستفسد عليهم. بالله تكون بعض أحيان قرى بين جبال. أخبرنا بعض الأخوة قال قريتنا نائية بين جبال ما تصل إليها السيارة إلا بصعوبة، ولا يدري الناس إلا ونساؤهم في أوروبا. تلك المرأة التي ما تعرف إلا بيتها وزوجها وأولادها قد صارت تشاهد مناظر أوروبا وأمريكا، وتشاهد الفساد وسوء الأخلاق فيها، فساد عريض هذا. وواجب أن يكون للناس موقف حزم مع هؤلاء الذين يقلبون هذه الشبكات. إما أنه جاهل لا يدري بخطرها وضررها، همه أن يكتسب المال، يقول هذا باب من باب الأموال أكتسب به، فهذا ينصح يذكر بالله أن هذا الأمر خطير عليك، ستجني ذنوبا وأنت في بيتك. ومنهم صنف آخر من يكون مدفوعا مستأجرا لمنظمات ونحوها مما يريد إفساد أخلاق الناس ومجتمعاتهم. والواجب مع هؤلاء موقف الحزم، لأنهم غالبا لا يرتدعون بالنصح والتذكير. وأخ يقول في قريتنا صارت بعض النساء تنكر السنة، والسبب في ذلك دخول الشبكات ومتابعة فيديوهات دعاة الضلال، بل صارت تدعو النساء لذلك وتنقل فتاوى عمن تسميهم بالمشايخ من دعاة الضلال. فعلا هذا رأينا من أنكر السنة. وقبل أيام أتى إخوة من بعض القرى معهم أسئلة عن رجل ينكر السنة. من أين حصل على هذه الفكرة وهو قاعد في بيته في قرية من القرى؟ قالوا من الشبكات. نعرف أناسا ترفضوا صاروا روافض بسبب الشبكات. نعرف نساء هربت مع رجل أجنبي وتركت أهلها وأورثتهم وصمة عار في جباههم بسبب الشبكات. وكم تعدد من فساد عريض. فهذه الشبكات فساد للقرى، على أهل القرى ألا يرضوا بهذا.